مرحبا أصدقائي، صباح الخير. اليوم أنا سعيد جدا جدا وفرحان هواية لأنه أريد أعطيكم بشارة حلوة. اليوم أحد المثليين المضطهدين العراقيين قرر يلتجئ للحملة، والحملة جدته بصورة صحيحة، وحاليا هو فوق بالطيارة جاي لتركيا، وأني شخصيا راح أستقبله بالمطار. طبعا حاليا احنا مثل ما تشوفون بالقطار، راح نروح له للمطار، يبعد عنا أكثر من 4 ساعات. أتمنى تتابعون الرحلة ويانا. تحياتي الجميع، سنة راضي. وعودة جديدة لكم أصدقائي. احنا حاليا واقفين باب المطار، باب الاستقبال المطار سامسونج. راح على اساس انه هو قبل نص ساعة يوصل، لكن لحد الان هو متأخر ما وصل، ما اعرف شنو صاير، لكن انا متفائل. التفاؤل حلو، واتمنى الكل تاخذ هذه الخطوة وتتجرأ وتطلب الحياة مثل ما سوي وطلب الحياة. ما اعرف شنو اقول لكم. تابعونا، بلكي هسه يجي يوصل، لانه احنا من البارحة ونايمين ولحد الان احنا واقفين على رجلينا، فاتمنى يوصل بسرعة. خليكم ويانا. واخيرا وصلت الطياره مال الضيف اكس. انا فرحان هواي لانه قدر يوصل، وحاليا هو وصل. عندي هلقة اسئله له، اريد اعرف احساسه اول ما قرر يطلع من العراق شنو هو، واول ما صعد بالطياره شنو هو، واول ما نزل بمطار اسطنبول شنو هو، واول ما نزل بمطار سامسون شنو هو. شنو من شغلات ضام اللي يريد يحكي لي، شنو المأساة اللي شافها، شلون قرر انه يطلع. كل هواية تفاصيل، كل التفاصيل اريد اعرفها من عنده بهاي الثواني وبهاي الدقائق. احنا المفروض نتوجه للبوابة على مود نستقبل.